كانت الإصابات التي ضربت المنتخب الجزائري وتسببت في إبعاد بو السوداني يبدو أنها انتقلت إلى المنافس النيجيري الذي يبقى 3 من لاعبيه مهددين بالغياب أيضا بسبب الإصابات. نحس الإصابات التي لحق عددا من لاعبي المنتخب الوطني امتد إلى معسكر منتخب نيجيريا بعدما كشفت تقارير إعلامية نيجيرية أن 3 لاعبين من كتيبة جيرنوت روهر يخضعون للعلاج وسط شكوك كبيرة تحوم حول مقدرتهم على اللحاق بمباراة السبت القادم أمام المنتخب الوطني الجزائري. يتعلق الأمر بكل من ليون مدافع نادي ماينز الألماني وأيضا زميله براون إيدي مهاجم أولمبياكوس اليونانية، فضلا عن عبد الله وشيهو متوسط ميدان نادي أونستريتش القبرصية. ويملك ليون بالاغون 4 مشاركات دولية منذ 2014 فيما خاض زميله إيدي 27 مباراة دولية منذ 2010 وسجل 10 أهداف. وأضاف نفس التقارير أن اللاعبين الثلاثة غابوا عن تدريبات منتخب النسور الممتازة يوم الثلاثاء في انتظار التقرير الطبي والحسم بشأن مشاركتهم في مباراة الجزائر من عدمها. إلى الأخبار المحلية، شرع رئيس شبيبة القبائل محمد شريف حنان سابق للمنتخب الوطني عنتر يحيى أكد ثقته في التشكيلة الحالية للمنتخب الوطني. بطل ملحمة درمان ذهب إلى أبعد من ذلك وأكد في منشور له في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الإصابات التي ضربت رفقاء بن طلب ستزيدهم قوة قبل موقعة نيجيريا. بطل ملحمة درمان وقائد الخضر السابق عنتر يحيى وجه رسالة قوية للاعبي المنتخب الوطني قبل التنقل إلى نيجيريا لخوض مباراة الجولة الثانية من تصفية مونديال روسيا. صانع أفراح ملايين الجزائريين بالتأهل إلى المونديال بعد أزيد من 3 عقود من الغياب، خاطب زملاء النجم رياض محرز برسالة مقتضبة وقوية نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، طلب فيها لاعبي الخضر بتجنب مواجهة نسور نيجيريا بذهنية انهزامية قدر الإمكان في ظل نحس الإصابات الذي يلاحق أشبال ليكنس. وقال عنتر يحيى: كثرة الإصابات لا يجب أن تلقي بظلالها على روح المجموعة، ويجب اللعب بشراسة أمام المنتخب النيجيري. وتجدر الإشارة إلى أن قائد الخضر الأسبق دأب في كل مناسبة حاسمة للمنتخب الوطني على شحن معنويات لاعبي الخضر المطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية في خرجتهم المرتقبة أمام نيجيريا إذا أرادوا الإبقاء على حظوظهم كاملة في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخ الكرة الجزائرية. من استدعى مدرب المنتخب الوطني جورج ليكانس سفيان بن دبكة لاعب نصر حسين داعي إلى الخضر لتعويض غياب فوزي غلام الذي لا زال يواصل علاجه من إصابته على مستوى العضلات المقربة. كما تدرب لاعب المنتخب الوطني أمسية الثلاثاء في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ب21 لاعبا وبحضور وسائل الإعلام. تلقى لاعب نصر حسين داي سفيان بن دبكة دعوة من المنتخب الوطني للالتحاق بتربص سيدي موسى صباح الثلاثاء تحسبا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا في تصفية مونديال روسيا. مصادرنا أشارت أن الاستنجاد بخدمات بن دبكة جاء من أجل تعويض أحد اللاعبين بالنظر إلى اكتظاظ عيادة الخضر آخرهم فوزي غلام الذي يعاني من التهاب، وقرر الناخب الوطني الفصل في مصيره بعد التنقل إلى نيجيريا رغم أنه لم يقوى على التدرب صبيحة الثلاثاء. وخاضت تشكيلة الخضر حصة تدريبية عشية الثلاثاء بحضور 21 لاعبا تحت مركز سيدي موسى غياب إسلام سليماني الذي فضل أخذ قسط من الراحة وهو الذي لا يعاني من أي إصابة. رغم محاولته لمحو الطريقة التي غادر بها الجزائر في 2003 إلا أن بعض ما جاء في تصريحاته يطرح عدة علامات استفهام، لا سيما عندما قلل من شأن الخضر وقال أنهم لا يشبهون فريق برشلونة ولا نملك ميسي في الجزائر. فهل اقتنع المختصون بهذه التصريحات؟ كاينين حوايج اللي قالهم يعني فريمون سانسير، وكاينين الحوايج اللي انا ما دخلوليش في دماغي. ما بار اكزومبل ما عندناش ايكيب كي برشلونه، ما عندناش جواره كي برشلونه. سي لونترينور كي في ليكيب يعني سورتو سيليكسيونور. جو بونس با لي 15 ما يلزموا يقنع البوبليك ولا لي سوبورتير، سي افون تو يلزم يقنع لي جوار نتاعو.
احنا هدرنا قلنا سي ان انترينور هذايا معناها il a beaucoup d'expérience actuellement et en même temps il a un savoir-faire discours qui passe bien avec les joueurs. انا تبان لي معناها باش يلقى كيما نقولوا لي بون مو لا بون موتيفاسيون بور ان شاء الله معناها ليكيب دالجيري تروح لبعيد وبوركوا با رومبورتي ان تيتر. قلنا الشعب الجزائري ما قلناش انايا ديجا هذا الونترينور ديجا جا الفريق الوطني من 2003 و 2004 يعرف خبايا تاع الفريق الوطني يعرف اللاعبين يعرف عندها اون ايكيب عندها دي جوار يلعبوا في الكرون كلوب هو دروك ما خاطر والو دروك اللي يقلا يجيري هذا الجروب بور فان ريزولتا بوزيتيف في نيجيريا. مباراة نيجيريا التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أيام قليلة ستكون حاسمة للجزائر من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل لمونديال روسيا. وقال ليكانس بأنه سيحاول التنقل إلى آيو من أجل العودة بالفوز، لكن الأمور لن تكون بهذه السهولة، لا سيما وأن الاتحادية النيجيرية ستحشد الدعم الجماهيري اللازم. فهل سيكون المنتخب الجزائري قادرا على العودة بنتيجة إيجابية من نيجيريا بعد الفوز الذي عاد به النسور من زامبيا؟ نتمنى أن اللاعبين يكونوا عند الوعد تاعهم، يعني كانوا وعدوا أنه قالوا له الناخب الوطني راي فاتي يرحل وإحنا ندبر راسنا باللقاء ضد المنتخب النيجيري. نتمنى أن يكونوا عند وعدهم. هي مباراة في كرة القدم كل شيء ممكن أننا نفوز في هذه المباراة، لما لا؟ لكن الأمر المأمورية لابد أن نتحدث بصراحة، المأمورية صعبة والصعبة للغاية مع منتخب قوي منتشي بفوز خارج الديار. اون دوا فان ريزولتا ماشي نقولوا سي بوسيبل تربح نيجيريا في نيجيريا باسكو عندنا لا ميور ايكيب في لافريك. دونك لوبجيكتيف يكون توجور لا كاليفيكاسيون كوب دي موند اي غاني لا كوب دافريك. عندنا دي جوار يقدروا يديروا لا ديفيرونس اي كوم هو ما راهم وعدوا الشعب الجزائري باش يجيبوا الانتصار من نيجيريا، وعدوا الفريق وعدوا الجمهور تاع الشعب الجزائري باش يتكاليفوا. دونك عندنا ايكيب عندنا لاعبين يفو نديروا الثقه وان شاء الله تكون لا شونس معاهم ثاني. إجماع المختصين بصعوبة مأمورية زملاء سليماني في نيجيريا تقابلها البحث عن مفاتيح الفوز من طرف الناخب الوطني جورج ليكانس الذي أصر على ضرورة تدعيم الجانب الدفاعي من أجل الحفاظ على نظافة الشباك، وقال أنه سيلعب من أجل تسجيل هدفين وإغلاق المنافذ في الدفاع. On n'a pas les joueurs pour jouer à la Barcelone. On va essayer de marquer 2 buts et essayer de faire le bloc. في ظل القوة التي تتميز بها الآلة الهجومية النيجيرية، فما هي مفاتيح الفوز حسب المختصين؟ لي كلي سي لا فولونتي، سي تامن بروحك. راهم إليميني في لاكوب دافريك، بقات لهم حل واحد يعني هو الفوز على الجزائر. اي سو في دو ماتر لي جوار كيل فالي في لو جورجي. المفاتيح هي اولا تحصين الخط الخلفي، لان الجميع يعرف بان هناك مشكله في الدفاع المنتخب الجزائري. لابد ان نفكر اولا في يكون عندنا قاعده دفاعيه صلبه، ثم الاعتماد على هجمات مرتده سريعه عن طريق المهاجمين. لا سوليداريتي لا فولونتي وغير الالوان ويلعبوا بلا كاليتي اللي كنا نلعبوا بها افون. وا سي سامبل يفو ماركي نو با اونكيسي. فهمتني، هذه هي حتى ولو بيوت زايد على الادفيرسير. ورغم كل ما قاله ليكانس والتعليقات التي تبعت تصريحاته في الندوة الصحفية، لا يمكن أن نحكم على لمسته من أول خرجة، وهو الذي سيكون أمامه 5 أيام فقط من أجل تحضير الفريق لهذه المباراة الصعبة. وفي الجهة المقابلة فإن دور اللاعبين سيكون كبيرا، وهم الذين وعدوا الجزائريين بالتنقل إلى نيجيريا والعودة بنتيجة إيجابية بعد التعثر أمام الكاميرون. تواصلت متاعب المنتخب الجزائري قبل مواجهته الهامة ضد نيجيريا في تصفيات المونديال بإصابة صانع ألعاب ليون رشيد غزال. ويضاف غزال إلى كل من رياض بودبوز نجم مونبلييه الذي أصيب خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مارسيليا. وهداف المنتخب هلال العربي السوداني وآدم الناس لاعب بوردو. وتعويضا لهذا الثلاثي استدعى المدرب البلجيكي جورج ليكانز كل من بغداد بنجاح مهاجم السد وياسين بنزية لاعب ليل إلى جانب سفيان هني لاعب أندرلخت البلجيكي. قدم نادي اتحاد العاصمة الجزائري مدربه الجديد البلجيكي بول